موضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير النفطي المهندس إبراهيم زهران. سيد إبراهيم، برأيك ومن وجهة نظرك ما هي أسباب أزمة اسطوانات الغاز في مصر؟ هل هي داخلية أم خارجية؟ مساء الخير. أولا هو أي سلعة بيحكمها عرض وطلب، فإذا كان هناك نقص شديد في العرض مع تزايد في الطلب هيحصل أزمة. وما هو سبب النقص برأيك؟ الأزمة النقص أساسا موجود كل سنة. احنا بنستورد بوتاجاز من سنة 1992 والأزمة ابتدت في 2002 2003 لأن في نقص في الإنتاج عندي مع زيادة في الاستهلاك. هنا النقطة الأساسية عشان أبتدي أعالج لازم يكون عندي طاقة تخزين تكفيني لفترة. طاقة تخزين اللي موجودة في مصر 6 أيام، نقول 7 أيام. لو حصل أي مشكلة في ال6 أيام أو 7 أيام ما جاش بوتاجاز حصلت مشكلة. احنا كان في مشروع قديم ان انا في طبقات الملح الموجودة في منطقة جبل الزيت ودي سمكها اكتر من 1000 متر. طيب، كنا قلنا نعمل فيها خزانات طبيعية بنخزن البوتاجاز ويكون التخزين لمدة 6 اشهر من الصيف للشتاء، على اساس ان في الصيف سعره منخفض وفي الشتاء سعره مرتفع، وتبقى دي خزانات كبيرة مش بس للاستهلاكي ولكن للتصدير للسوق العالمي. فدي اول نقطة من نقط العلاج، ان انا اعمل مستودع كبير. 2، بعمل اعادة هيكلة للكيان المسؤول عن توزيع وتعبئة وصيانة وبيع البوتاجاز. حول هذا الموضوع بالتحديد يعني هناك إشكاليات عديدة سيد إبراهيم، زيادة في الاستهلاك، هناك أيضا طاقة تخزين تعتبر منتقصة أو قليلة بالنسبة لمصر، وأيضا حول القطاع الذي يهتم بتخزين الغاز. كيف يمكن تفسير غياب الرقابة عن هذا القطاع إلى حد الآن واستيلاء أو سيطرة القطاع الخاص على 95% تقريبا من منافذ التوزيع؟ دي هيئة مستفيدين او منتفعين بتعمل بفعل فاعل، لان هو مش ممكن ان يبقى الانبوبة ثمنها 2 جنيه 75 قرش وتتباع ب 40 جنيه والدولة بتتفرج عليهم. الناس اللي بتستفيد الفرق ده لابد ان لهم حماية من نوع ما. طيب، هل هناك إجراءات برأيك حكومية اتخذت للحد من المضاربة على المنتوج وأيضا على أسعاره؟ لا أعتقد أن هناك إجراءات حكومية تصلح، ولكن المطلوب إعادة هيكلة المنظومة ككل من أولها لآخرها، وأن يكون هناك تنافس. لأنه أنا لما بسلم القصة دي كلها لشركة واحدة مش هتسأل فيا. لازم يكون في تنافس، والتنافس بيخلق الخدمة الجيدة للمواطن. وسط هذا الخلل هناك لجوء مؤخرا لنظام الكوبونات وتقنين الحصول على اسطوانات الغاز. برأيك إلى أي مدى سيضر هذا خاصة بالأسرة المصرية؟ يعني ثبت عمليا ان عملية الدعم والكوبونات وكل السياسات الشيوعية دهيا لم تصلح في علاج اي اقتصاد. انا بقول ان هو اقتصاد حر، فهيبقى فيه دايما في فجوات وثغرات. مش ممكن، لازم يبقى المنظومة كلها متكاملة. نعم، شكرا جزيلا لك من القاهرة الخبير النفطي المهندس إبراهيم.